النهارده هتكلم معاكم وهقول لكم اسمعوني شويه، وعايزه ادردش معاكم، وعايزاكم تبعتولي في التعليقات رايكم او على الرسائل. هتلاقوا كل اللينكات تحت في الديسكريبشن بوكس عن السعاده وايه هي السعاده، ولما نعمل ايه هنكون مبسوطين وهنكون سعداء. الموضوع المحير اللي كلنا بنفكر فيه وطول الوقت بنسعى وبندور على السعاده ومش عارفين هي في ايه بالظبط، وكل ما بنعمل حاجه بنكتشف انه مش هي دي السعادة، وانه دي كانت سعادة لحظية وشوية وخلاص. طيب ايه الموضوع وايه الحكاية وايه اللي حاصل في حتة السعادة دي تحديدا؟ انا احترت كتير زيكم، يعني فكرت كتير واتلخبطت كتير وتخيلت انه السعادة في امتلاك الاشياء، في انه احنا نشتري حاجات لنفسنا، نجيب لبس لنفسنا، نشتري حاجات ممكن غالية، نجيب موبايل حلو قوي، نجيب عربية فظيعة، واي حاجة عامة نشتريها لنفسنا. يعني لما بنبقى هنموت كده ونجيب حاجة، عارفين لما بيحصل كده ونتخيل ان احنا هنبقى اسعد حد في الدنيا لما نمتلك الحاجة دي. واكتشفت مع الوقت انه السعادة مش في امتلاك الاشياء، وانه لما بنشتري حاجة بيحصل شوية من السعادة، لكن هي مش هتفضل طول الوقت. يعني خلاص شوية بتعتادوا للشيء والانبهار خلاص بيقل يعني. طب ايه الموضوع؟ طب ايه الحل؟ طب ايه؟ طب فين السعادة اللي كلنا بندور عليها؟ اكيد بصوا، يبقى اول حاجة بجد بجد عايزة أأكد عليكم فيها، وهي انه مش بامتلاك الاشياء. ما يبقاش كل تفكيركم كده، ما يبقاش كل تفكيركم ان انتوا عايزين تشتروا حاجات طول الوقت، وطول الوقت موترين نفسكم، طول الوقت بتجتهدوا زيادة عن اللزوم عشان تمتلكوا اشياء وانتوا متخيلين انها هتخليكم سعداء. بالعكس، مش هتبقى سعادة مطلقة. طيب فكرت وقلت طيب ممكن السعادة تكون في ايه؟ وعلى فكرة نزلت اسك كده وجالي شوية ردود، هقول لكم شوية منهم. قلت للناس، بما اني انا مش متجوزة فما اعرفش بصراحة، قلت للناس هل السعادة في الجواز او مثلا في الاطفال؟ لقيت انه قالوا لي برضو لا، في متاعب في الموضوع، في مسؤوليات وفي حاجات، ففي بعض يعني السعادة ونفس فكرة امتلاك الاشياء كده، لكن برضو مش طول الوقت. يعني خلاص شوية وخلاص، يعني بننبهر في الاول وشوية وخلاص. طيب قلت مثلا السعادة في ان احنا طول الوقت نكون قاعدين مع ناس، في وجود الناس في حياتنا مثلا، في انه يبقى عندنا ناس كتير وصحاب كتير ومعارف كتير، ونكون اجتماعيين قوي قوي، ونبقى طول الوقت بنخرج مع ناس وبنقعد مع ناس وكده. برضو اكتشفت انه برضو مؤقت، يعني بعد كده خلاص ممكن بتملوا، ممكن بتزهقوا، ممكن بتعتادوا. فكرت وقلت طيب هل السعادة في ان احنا نبقى موراناش اي حاجة، ما عندناش اي مسؤوليات؟ اكتشفت انه بتبقوا مبسوطين شوية في الاول وبعدين بتبدأوا تزهقوا، لان الحياة ملهاش معنى، ملهاش طعم، ملهاش اهداف. قلت طيب ممكن تكون السعادة في ان احنا نكون بنشتغل كتير جدا جدا ومسحولين ومشغولين طول الوقت، ورانا حاجات، مشغولين حاجات مفيدة كده. اكتشفت انه ده حلو، ده حلو جدا، بس مرهق. يعني لازم يكون في بالانس في الموضوع. حلو جدا، ده جميل، ده من الحاجات اللي انا بشجع عليها دي في الحياة عامة، لكن مش ده اللي هو السعادة المطلقة. برضو هتقولي طب انتي حيرتينا يعني يا بسمة، يعني طب ايه السعادة في رأيك؟ كنتي عمالة تفلسفي كده علينا. هقول لكم
هقول لكم انه انا بعد تفكير طويل، بعد تساؤلات كتير وبعد تجارب كتير، اكتشفت انه مفيش سعادة مطلقة، وانه نعمل ايه عشان نكون مبسوطين، نعمل ايه عشان نكون سعداء في الحياة. ما ينفعش ان احنا ابدا 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 نحط تركيزنا في حاجة واحدة. يعني ما ينفعش تقولي والله انا بس هقعد اشتري حاجات طول الوقت، كل تركيزي على كده، واشتري حاجات واطلب حاجات اونلاين واشتري مش عارف ايه واعمل اوردر منين واعمل ايه، وهو بس دي الحياة. غلط جدا. ما ينفعش تقولي والله انا بس هتجوز وهفضل بس مركزة في الشخص اللي انا متجوزاه ومركزة مثلا في الطفل اللي عندي وبس كده، مش هتبقي سعيدة برضو. ده غلط جدا. ما ينفعش حاجة واحدة بس ونركز عليها، او مش بس، يعني نركز عليها اكتر ونتجاهل الباقي او نعمله على خفيف كده. لا، اكتشفت ان الحل، او ان احنا مثلا نقعد نشتغل بس زي ما قلت لكم المثال من شوية، وبرضو نقلل في الحاجات التانية ونقلل في الترفيه ونقلل في الاجتماعية او كده او كده، او نبقى معظم الوقت ما بنعملش حاجة غير ان احنا بنقعد مع بعض وبنخرج وبنتمشى وبنتسلى وبنقابل صحابنا ونقابل عيلتنا وخلاص على كده. الحل البالانس في كل الحاجات. نعمل كده شوية، نعمل كده شوية، نقعد شوية مع صحابنا، شوية كتير، يعني في شوية كتير بقى. ده اللي هقول لكم نعمل منه شوية كتير في الشغل، في الهدف، في العمل. دي من الحاجات الحلوة، مع ان احنا نعمل بالانس في الحاجات التانية. من اهم الحاجات حكاية بعد التجربة دي، حكاية ان احنا نبقى مشغولين بحاجة مهمة مفيدة. ما احنا ممكن نكون مشغولين بان احنا قاعدين بس مع بعض وعمالين نتكلم، او مشغولة طول النهار قاعدة مع طفل مثلا. يعني لا، لازم نبقى مشغولين بحاجة مفيدة، حاجة مفيدة ليكي انتي شخصيا، انتي بتفيدك انتي في هدفك في حياتك. لما الوقت يعدي والعمر يعدي بيكي كده تبصي تقولي والله انا طورت نفسي من الناحية دي، طورت نفسي عقليا من الجانب ده، طورت نفسي في الشغل من الجانب ده، والله وصلت مثلا لكده. كل الحاجات دي مهمة جدا لينا احنا، لان انتي الحاجات التانية دي خارجية. مينفعش تقولي والله انا قعدت مع الناس فانا بس، او اكتر حاجة بعملها كده، فده غلط. لا، ده ما بيعملش سعادة. هتيجي بعد وقت، شوية وقت حلوين، تحسي ان انتي عملتي ايه في حياتك. فالبالانس هو اهم حاجة. لو هتركزي بس مع طفل، لو انتي عندك طفل، الطفل ده هيكبر وهيبقى عنده حياته، بعد كده هتحسي انه انتي فين، انتي بقى فين حياتك. فبرضه هتكتشفي ان مش دي السعادة، فهترجعي تندمي ان انتي ما عملتيش توازن بين اللي انتي يعني اهتماماتك الشخصية وشغلك والتفاصيل دي كلها والمسؤوليات مثلا التانية. الموضوع ده مهم يا جماعة جدا جدا. في الاخر، في اخر هقول ايه، الافكار والتساؤلات، اكتشفت انه التوازن اهم حاجة، وانه مفيش ابدا سعادة مطلقة، وانه احنا مش في الجنة، بس مهم علشان نبقى معظم الوقت ستيبل، يعني متزنين، ان احنا ناخد شوية من كل حاجة، شوية من الاجتماعية، شوية حلوين من الشغل والاهداف وكده، شوية من العلاقة مثلا الشخصية، الزواج او كده، شوية مثلا نجيب لنفسنا حاجات وكده. ده اللي انا اكتشفته. وبلاش نرفع سقف التوقعات. نعرف ان احنا في الدنيا وان احنا مش في الجنة، وانه في حاجات صعبة وسخيفة كتير موجودة، بس احلى حاجة ومن الحاجات اللي دايما انا بتسأل عنها، انه انا من الناس الهادية، الناس شوية رايقة، ان انا بعمل ايه، وهو ده من الحاجات اللي انا بعملها طول الوقت. بدور على السعادة طول الوقت، باخد الحلو من اللي حاصل طول الوقت، نحاول نركز على الجانب الايجابي.
ده مهم في الحياة، علشان الحياة صعبة، عشان نعرف ان احنا نكمل. مهم جدا. ف يا رب الفيديو يكون عجبكم. اعملوا لي لايك وشير وكومنت، وكمان اعملوا سبسكرايب في الشانل وفعلوا علامة الجرس عشان يجيلكم اشعار باي فيديو جديد انا هنزله. واشوفكم في الفيديو اللي جاي. باي باي.